اكثر موضوع تناقشوا فيه الناس واختلفوا فيه هو الموضوع ديال الموسيقى. كاين اللي كيقول الموسيقى حرام، كاين اللي كيقول الموسيقى حلال، كاين اللي حرم غير الاغاني اللي فيهم كلمات ماشي تلعيه ولا كيدعيو المعصيه، وكاين اللي حرم المعازف والموسيقى بصفه عامه. في هذا الفيديو ما غاديش ندوي على الدين نهائيا، ولكن غادي نشوفوا الموسيقى بواحد الطريقه علميه. غادي نشوفوا فاش كنسمعوا هذه الموسيقى اشنو كدير للدماغ ديالنا، ونخليكم نتوما تحكموا هذيك الساعه واش غتبقاو تسمعوا الموسيقى من بعد ولا لا. اول حاجه بغيتك تعرف هو انه الدماغ ديالك دائما كيقول لك عندك الحق. اي حاجه قلتيها لراسك كيافير بها وكيقول لك عندك الحق، وهذا الشيء اللي كيخلي الكلمات الاغاني اللي كتسمع ليهم انت كيابتاو فيك بواحد الطريقه مباشره، واخا ما كترنش ليها البال راه داكشي اللي كتسمع ليه كيولي هو انت. داكشي علاش مع احترامي ليك انت اللي كتسمع ليا ولجميع الالوان الموسيقيه اللي كاين، هذاك الانسان اللي كيسمع مثلا الواي واي، المواضيع ديال هذا اللون الموسيقي باين كيدويو على واحد النوع ديال اللباس واستهلاك المخدرات والعلاقات الغير شرعيه. وهذا الشيء علاش كنشوفوا الا ما بغيتش نبالغ اكثر من 90% الناس اللي كيسمعوا لهاد الواي واي كتاهم دائما دايرين واحد الحسانات اللي في شكل لابسين هذوك لي سويرفيت وهذوك الحوايج اللي قلت لكم، ودائما صاحب مع واحد البنت وبيناتهم المشاكل وحملات منه وغير داخل الحبس وخارج. وهذا الشيء ماشي صدفه، حتى النوع ديال الناس اللي كيسمعوا للروك ولا الميطال، اغاني اللي كتهضر على الظلام والعالم السفلي والارواح الشريره والشياطين، كتلقى هذوك الناس دائما لابسين الكحل ومكتئبين، والاغلبيه ديالهم ما كينتميو لحتى شي ديانه. واللي اخطر من هذا الشيء هو ان ديك الموسيقى قدرت تبروغراميهم ولاو كيفكروا باللي الشيطان مسكين راه ضريف وغير حنا اللي ظالمين. شوف شحال الموسيقى بالكلمات ديالها قادره تبدل لك التفكير ديالك. وهاد الهضره اللي قلت لكم دابا كتنطبق على جميع الالوان الموسيقيه. كل لون موسيقي كيطرح واحد الفكره، والناس اللي كيبداو يسمعوه كتدخل لهم هذيك الفكره لراسهم وكيبداو يامنوا بها. وهاد الهضره اللي قلت لكم دابا قالها مايكل جاكسون ايامات قليله قبل ما يموت. نخليكم تشوفوا شنو قال بالضبط ومن بعد نشرح لكم. Singers, when they sing songs, it's like a mantra. When you repeat a chorus over and over and over. So when a kid hears a song and he starts singing that chorus over and over and over, then you start to hear it in the alpha state into the subconscious mind. So you start to become the song or become what you're saying. مايكل جاكسون اكد هضره اللي قلت لكم بالحرف، وقال بلي الموسيقى هي واحد الكلمات اللي فاش انت كتحفظهم وكتبقى تعاود فيهم كيتغرسوا ليك في العقل الباطن ديالك، وكتولي انت هو هذيك الموسيقى اللي كتغني. يعني نفهمنا بلي الموسيقى اللي كتسمع كتاثر فيك مباشره بغيتي ولا كرهتي. ونعطيك مثال، شحال من مره جيتي للدار عيان ومطحطح وما فكليمتي لا صالي ترين، ولكن مع كدير هادو في ودنيك وكتخدم الموسيقى اللي كتعجبك كيوليو فيك 10 وكتريني اكثر من الوقت اللي كان خصك ترين. ولا مثلا كتكون سيليباتير وما كتعرف حتى شي بنت وبخير وهاني في راسك، كتبدا تسمع شي اغاني رومانسيه اللي كتحس براسك واخا انت ما كتعرف حتى شي بنت فيك واحد الحب لداخل وفحال كتبغي شي واحد. ولا شحال من مرة كبيره مسكينه اللي كتصلي غير فوق الكرسي، ولكن فاش كتحضر لشي مناسبه اللي كيكون فيها الشعبي والموسيقى طالعه كتنوض وكتشطح اكثر من الشباب. حتى لدابا هضرت لكم غير على الكلمات ديال الموسيقى وكيفاش كيأثروا عليه، ولكن هادشي مي غنقول لكم من بعد خطير بزاف وبغيتكم تركزوا معاه مزيان. حتى مؤخرا وحنا كيسحاب لينا بلي الكلمات بوحدهم ديال الموسيقى اللي كيأثروا علينا. حتى جا واحد الرابور امريكي قبل ما يموت بيامات قليله قال لنا واحد الهضره اللي غادا تبدل الفكره ديالنا على الموسيقى بصفه عامه. هذا الرابور هو تريبل اكس تنسيشن، ونخليكم تسمعوا اشنو قال وشرح لكم من بعد. If you're going to listen to an artist consistently and it's your favorite artist, you most definitely should understand who it is that you're looking into or listening to. There's brainwashing that gets involved in music, in the music industry, like recording things backwards and all these different things that people don't know, frequency channelings and different things like that. So you never know who you're fucking with unless you fully dwell into them as a person. قال لك سيدي الا كنتي باغي تسمع موسيقى رد البال مزيان المغني اللي كتسمع ليه، حيت الموسيقى في الوقت الحالي ديالنا ولات عباره عن برين واشين، واللي كتعني بالحرف غسيل الدماغ. وذكر لنا جوج ديال الامثله اللي خطيره بزاف. المثال الاول هو الموسيقى المعكوسه، وهذه من اخطر انواع الموسيقى اللي كاينه حاليا. وباش نزيد نصدمك نخليك تفكر في اي مغني عندك في راسك، ضروري ما غتلقى شي اغنيه ديالو الا شديناها وقلبناها فيها واحد الكلمات اللي كتمجد الشيطان. وهذه القضيه راها معروفه ونخليك تقلب عليها نتانيت في انترنت. ومن اشهر المغنيات اللي كانوا قلبوا الاغاني ديالهم ولقاهم كيهضروا بالحرف على الشيطان كاينه تايلور سويفت وليدي غاغا وحتى مايلي سيريس اللي كانت معروفه بهانا مونتال. القاسم المشترك من هاد المغنيين كاملين اللي كيديروا هاد القضيه هو كيكونوا كيقلبوا على الشهره. كتجي واحد المنظمه سريه وكتبروبوزي عليهم واحد الصفقه، فتقول لك سيدي انا من والو غادي نردك فنان عالمي وغنشهرك، ولكن انا اللي غادي نكتب لك الاغاني ديالك وغنلحنهم، وانا اللي غادي نقول
الفيديو كليب كيفاش غادي يكون داير، يعني بالحرف كتولي انت غير واحد الدميه اللي كيستعملوك باش يوصلوا الاغراض ديالها. داكشي علاش هاد المغنيين كاملين كيكونوا غير عاديين وما مشهورينش بزاف، ولكن مباشره من بعد واحد الاغنيه اللي لاكس تيها كتعطيك واحد الكلمات الشيطانيه كيتشهروا وكيوليو عالميين. وهادشي ماشي صدف. وفي الشق الثاني الهضره اللي قال لنا تريبل اكس على الموسيقى، قال باللي خصنا نردوا البال من الفريكوينسيز ولا الترددات. هاي الفريكوينسيز ولا الترددات هما الموجات اللي كيسمعوا لنا الموسيقى، واكتشفنا مؤخرا انه التردد ديال كل موسيقى كيأثر على العقل ديالك مباشره وكيخليك تدخل في واحد الحاله موعيه. كاين تردد اللي غادي يجيب لك الجوع، تردد اللي غادي يجيب لك النعاس، تردد غادي يجيب لك خلعه. وهادشي ولاو كيستعملوه مباشره في الاندستري ديال الموسيقى باش يدخلوك في الحاله اللي بغاوهم. واللي غادي ياكد لنا الخطوره ديال هاد الفريكوينسيز ولا الترددات على الدماغ ديالنا هي الاله الموسيقيه المشهوره اللي كان صايبها المهندس بن فرانكلين صايب لنا واحد الاله اللي سميتها غلاس هارمونيك. وهاد الاله كتميز بواحد من احسن الاصوات اللي تقدر تسمعها في حياتك، لدرجه انه نسموها صوت الملائكه. ولكن واخا عندها هاد الصوت زوين غادا توقع كارثه من بعد ما فرانكلين غادي يدير واحد العرض اللي غيجمع فيه مئات الناس وغيعزف على هاد الامل لاول مره. كلشي الناس غادي يسكتوا وغادي يتبهروا بالصوت ديالها وغادي يبقاو يسمعوا ليه. ولكن من بعد 10 ايام من هذا العرض الناس كاع اللي كانوا حاضرين عاشوا الجحيم. كاين منهم يدخل في اكتئاب حاد، كاين اللي جاه الشلل، والعيالات اللي كانوا حاملين الحاضرين من هذاك العرض يا اما فقدوا جنين ديالهم ولا فاش تزاد مشوه. حتى شي واحد في الاول منسب هذاك الشيء اللي وقع لفرانكلين ولا الاله اللي عزف عليها، ولكن هو بقى داخل الشك وبحث في هذا الامر لمده سنوات، واكتشف بلي ديك الاله الموسيقيه هي السبب ديال كاع داك الشيء اللي وقع. كانت الاله مصنوعه من الدجاج وباش تعزف عليها خاصك تبلن صباعك بالماء وتبقى تدوزهم عليها. هادشي اللي كان كيصدر واحد الدبدبات خفيفه اللي العقل ديالنا ما كيقدرش يستوعبو. هادشي اللي كيخلي العقل ما فاهمش هاد الصوت منين جاي، لدرجه انه يقدر يؤدي بك للاكتئاب ولا الحماق ولا الشلل كيف موقع للناس اللي حضروا العرض. هادشي اللي خلى فرانكلين من بعد ما تاكد من الاله ديالو شنو قادره دير للناس يحذفها تماما ويمنع الصنع ديالها ولا العزف عليها، وحذر الناس من هادشي باش ما يديروش. ولكن اليوم كنشوفوا العكس تماما. اي حاجه في الاندستري ديال الموسيقى ولا الافلام ولا الاشهار هي عباره عن ترددات، وبمجرد ما انك كتستهلك واحد الموسيقى ولا واحد الفيلم ولا واحد الاشهار واخا ما كتكونش فيه كلمات اللي كتامرك بانك دير شي حوايج، ترددات كتحكم في العقل اللاواعي ديالك وكتخليك دير شي حوايج بلا ما تكون انت باغي. الاشهار ديال الفرانس ولا ديال الناموسيات كيجيب لك النعاس بلا ما تشعر، والاشهار ديال الماكله كيجيب لك الجوع، والاشهار ديال الماء كيجيب لك العطش. داكشي علاش غادي نطلب منك انك ترد البال لاي حاجه كتشوفها ولا كتسمعها. وكنظن باللي بعيدا على واش الموسيقى حلال ولا حرام في الجانب الديني، انا دابا بلت لك كاع المخاطر اللي قادره تسبب فمك الموسيقى والاختيار اللي كنت. الفيديو ديالنا على الموسيقى وكيفاش قادره تحكم لينا في الدماغ ديالنا غادي ثالينا. الا وصلتي معايا في الفيديو حتى لهنا ما تنساش دير معاك واحد لايك سبسكرايب وتفعل الجرس. كان معكم ديوان زيد تغلو.